السلام عليكم. صباح الخير. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا كتمتعوا بصحه جيده. كنشكركم بزاف على الدعم المتواصل ديالكم، على تعليقاتكم الرائعه وعلى تواجدكم في القناه ديالي. نتمنى يعجبكم المحتوى ديالي ويستجب للطلبات ديالكم. اليوم غادي نوجدوا واحد فقاس ملكي رائع باسهل الطرق. اذا مازال ما تابوناتش ديرنا ابوني، فعلي زر الجرس وديري لنا لايك للفيديو باش تستمر القناه ديالنا. نبداو الوصفه على بركه الله. في اناء ناخذ 6 البيضات. الا كان البيض صغير دوبلي البيضه، الا كان البيض من الحجم الكبير فالست البيضات من حجم كبير كافيين. الا بانت لك البيضه صغيره، البيض اللي كيتباع مؤخرا تيكون غالبا الحجم ديالو ولا صغير، فدوبلي البيضه ديري بحال بلاصه بيضه وحده كبيره ديري 2 بيضات صغار. نكملوا الوصفه. انا عندنا 6 البيضات حجم كبير، معهم كاس ديال السكر الاسمر اولا الكاسوناد اولا السكرغو. هاد السكر الاسمر كيعطينا واحد القرمشه وواحد اللون كراميلي رائع في الطياب ديال الفقاس ديالنا. تبعوا معايا مراحل، كاين بزاف الاسرار وبزاف التفاصيل جديده على وصفات الفقاس. نديروا كاس اخر ديال السكر الابيض. فقلنا هنايا كاس سكر اسمر، كاس سكر ابيض، 2 اكياس ديال سكر الفانيلا، من بعد غادي نديرو 2 كيسان ديال الزيت نباتيه. من الافضل استعملوا زيت نوار الشمس، كيجي خفيف وكيجي رائع في الحلويات عامه وما كيديرش فزفوريه، ما كيعطيش نكهات، هو زيت محايد. فدرنا هنا 2 كيسان ديال الزيت النباتيه. غنزيدوا عليها العلبه ديال البوريسيما اولا الحليب المركز الغير المحلى. هاد التفصيل ديال البوريسيما كيجي رائع في الفقاس، في وجبه الفقاس، في وصفه الفقاس. بزاف د الحلويات كيستعملوه وما كيبينوش. الا ما عندكش البوريسيما تقدر ديري كاس ديال الحليب. كنديروا الملحه بزايد شي شويه لان الفقاس كيبغي الملوحه، كيبغي المذاق ديال الملحه تكون باينه باش كتخرج لنا، كيتواتى الملحه مع المكسرات وكتخرج لنا المذاق ديالهم. درنا نص كاس الماء الزهر. نعاود معكم: كاس سكر اسمر، كاس سكر ابيض، 2 كيسان ديال الزيت، 6 البيضات، 2 فاني، الملحه والزيت 2 كيسان ديال الزيت. وغنديروا كاس ديال الطحينه. الطحينه هي واحد التحضير كيتباع جاهز، اللي كيكون الاساس ديالو هو الزنجلان. ممكن نحضروه في الدار، ماشي صعيب. الا بغيتو نتقاسم معكم طريقتي في تحضير الطحينه خليوها لي في التعاليق وندير لكم فيديو خاص بتحضير انواع الطحينه. كاين اللي كدار بالزنجلان البيض وكاين اللي بالزنجلان الاحمر. الا ما عندكش طحينه ولا ما متوفرش لك تقدري ديري زنجلان تصهديه شويه في واحد اللاطه وكطحنيه في واحد الطحان اللي يكون مجهد باش يخرج لنا الزيت ديالو. نقدروا نزيدوا له واحد المعلقه الزيت باش يعطينا يخرج لنا زيت اكبر. هنا درت معلقه ديال النافع مطحون. كنأكد على النافع مطحون، التفاصيل كلها سجلوها راه مهمه وكتبدل لنا بزاف في الوصفه. النافع اللي درناه حبوب، ملي كناكلوه وملي كطيب الفقاس كيعطينا واحد المروره. بهذه الطريقه كيجي رائع. عندي معلقه القرفه ومعلقه ديال السكينجبير. نقدروا نديروا حتى نص معلقه الا ما كيعجبناش المذاق السكينجبير، ولكن هاد المقادير بهذه الطريقه هذه راه كيخرجوا لنا واحد المذاق رائع مع المكسرات، كيجي ولا اروع. كنخلطوا هاد المقادير كلها، هاد السوائل مع هاد البهارات، كنخلطوها كامله ميكسور بلونجون اولا في خلاط كهربائي ولا في الترموميكس فين ما بغينا. المهم هو اننا ندخلوا واحد الكميه ديال الهواء في وسط من هذيك السوائل باش الزيت ما يبقاش يدقس لينا الخليط ديالنا. ضروري من هذه المرحله ديال الطحين ديال السوائل ديال الفقاس خاصها تندمج لينا وتعطينا بحال واحد بحال بغرير، يعطينا واحد الخليط اللي يجي متجانس والسوائل ديالهم كتكون داخله في بعضياتها مع هذيك القوام الاخر اللي درنا. كنخلطوه مزيان. ضروري من هذه المرحله هذه هي في الكاس ديال الطحال الكهربائي هي في الميكسور بلونجون بحال نقدروا نخدموا حتى الترموميكس نستافدوا منه، راه كيوجد كيطحن هادشي بواحد السرعه اكبر
وكيعطينا واحد الهواء كبر في الخليط. من بعد ما نكملوا الطحين ديالو غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الدقيق الابيض اللي غنكونوا غربلناه. فكنا كنخلطوا مزيان العناصر وكنديروا واحد الكميه ديال الدقيق الابيض اللي غربلنا. انا دخلت لي هنا هاد الكميه هذه دخلت لي كيلو ونص ديال الدقيق. في هذه المرحله من بعد ما طحنا العناصر كامله فهنا غادي ندخلوا المكسرات ديالنا. بالنسبه للمكسرات اللي غنخدموا، بما انه فقاس ملكي فخصنا نكونوا كريمين في الكميه ديال المكسرات اللي غندخل. انا نقدر ندخل، انا درت زلافه ديال ديال الكركاع وزلافه ديال اللوز اللي غير غسلتهم بالماء عاديين وصفيتهم قطرتهم ودرتهم في هذا الخليط هذا. درت كاس ديال النوازيت اللي حتى هو غسلته، كنغسلوهم باش نحيدو منهم الغبره ديالهم. وغنديروا كاس ديال البيستاش، نص كاس ديال البيستاش. نقدو ونزيدو كتر، شحال ما زدنا كتر المكسرات في هذا الخليط شحال ما كيجي رائع وكيجي عامر الفقاس لنا بهاد المكسرات. هاد الكميه راها مناسبه كانت، بغينا نزيدو اكثر ممكن نزيدو اكثر. درت هنايا كيس ديال خميره الحلويات بيكنج باودر من فئه 15 غرام. نقدو نديرو 2 الاكياس، هي هذه بما يعادل 2 اكياس ديال 7 أو 8 غرام. ضروري من هذه المرحله اننا نلبسوا هذاك المكسرات بهذاك السائل اللي عندنا، باش ملي كنضيفوا الدقيق ما يجيش كحاجز ما بينه وما بين العجين. فملي كنديروا الدقيق بوحديه هو الاول على سميتو، عاد كنزيدوا المكسرات فكيكون عندنا الهواء ما بين العجينه مع المكسرات. هاد الطريقه هذه في الفقاس الملكي احسن من ديك الطريقه اللي كنسرحوا فيها العجينه وكنستفوا فيها الكركاع وعاد كندور. هاد الطريقه كتجي احسن، نقدروا ندخلوا كميه المكسرات اللي بغينا، وبهاد الطريقه كتجينا سهله وكتوفر علينا ديك العذاب ديال بعض المرات ملي كنروليو هذاك الفقاس الملكي. الهواء كيدخل لنا ما بين سورتو الكركاع، كيهز لنا بين الفج ما بينه وبين العجينه، وملي كنبغيو نقطعوه كيعذبنا. فبهاد الطريقه غيجينا ساهل وفي نفس الوقت غنحافظوا على البريستيج ولا ديك الملكيه ديال الفقاس الملكي. من بعد ما هنا راه كملت الدقيق كيلو ونص كيف قلت ديال الدقيق اللي هزات لي. قد يهز لكم نتوما اكثر 100 اولا 200 غرام على حساب اقل او اكثر. راني كملت الخدمه فوق سطح العمل لان الكاميرا كنحطها حدايا فكتعذبني في الخدمه. لهذا داكشي علاش كملت العجينه خارج التصوير وعاد رجعت لكم التصوير. فهزت لي هذه الكميه هذه كيلو ونص ديال الدقيق الابيض. كنقسم العجينه ديالي على دي بوده. عطاتني 8 ديال البودان على حسب اللاطه فاش غنخدموا. نقسمها على دي بودان عطاتني 8 ديال البوده. انا غنخدم بداك الفران المربع، فاللاطه ولا المقله ديال الفران كتكون مربعه كتهز لي 8 ديال البودان اللي متوسطين الطول ديالهم. كنعبروا على حساب القياس ديال اللاطه اللي عندنا. شوفوا كيفاش كنخبط هذيك العجينه مع سطح العمل باش الهواء اللي فيها كله كيتحيد، وكنعاون بيديا كنزيد نورك نضغط باش الهواء، لان كميه المكسرات كبيره وإلا خلينا الهواء بيناتهم راه ملي كيطيب كيتشرق علينا، وملي كنبغيو نقطعوه كيعذبنا في التقطاع. ضروري ما تضغطوا مزيان على العجينه مع المكسرات باش يتلبسوا مزيان مع بعضياتهم. ونقدروا نديروهم شويه طالعين ملي نحطوهم في اللاطه، نحاولوا نقرصوهم واحد شويه باش يعاونونا على ان باش ديك الخليط يلبس مع بعضياته. هنا من بعد ما استفناهم في اللاطه ديالنا فغندهنوهم بواحد البيضه مع معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. نقدروا نديروا حتى الكاكاو صافي. هنا بعد فكنا كندهنوا الوجه ديال البودان ديالنا بالبيض مع الخليط ديال القهوه سريعه الذوبان. نقدروا نديروا كيف قلت حتى الكاكاو صافي. وكنجروا بالفرشيطه باش يعطينا ديك الشكل ديال المنمش ديال سميتو. ماشي ضروري نتقبوا لي بودان، راني تقبت وحده فقط والتجربه ما كان حتى شي فرق. ماشي ضروري نتقبوهم، فغير خليكم معايا وتبعوا هاد التفاصيل. ما غيطرطق لكم في الفران، ما غيخسر لكم الحجم ديالو ما حتى شي حاجه. تبعوا معايا وغتجيكم كنوعدكم باحسن فقاس ملكي ممكن توجدي.
بلا ما نقول لكم على دوك البهارات اللي خدمنا في وسط منو، ديك المكونات عطاوه واحد اللذه ولا اروع. كندخلوه للفران على درجه الحراره 180. الفران تيكون بارد، ضروري من هاد التفاصيل في طياب الفقاص. الفران كندخلوه ليه بارد، يعني الا كنا غنديروا شي حلوه اخرى سبقوا الفقاص هو الاول. الفران تيكون بارد وكنبعدوه على الرف الاسفل ديال الفران، لاننا غنطيبوه من التحت. العافيه غنشعلوا عليها من التحت. درجه الحراره كيف قلنا 160 درجه، غير من التحت فقط. شتي هو غير من التحت فقط، وكنخليوه حتى كيطيب على خاطرو، وكنبعدوه على النار اللي كتكون من التحت باش ما يتحرق لناش، ما يتلهبناش من التحت، ويبقى لنا الوسط ديالو خضر. هو من بعد ما خرج لنا الفقاص من الفران انا خليته بات ليله كامله. من الاحسن لانه عامر بالمكسرات راه كيتفتت الا قطعناه مباشره. شوفوا رانا بيدته هنايا وغطيته بواحد الفوطه تكون فازقه، خليتها كترجع عليه الماء وديك النده ديالو، حتى الصباح عاد قطعته. شوفوا كيفاش راه ما كيجي لا كسور لا حتى شي حاجه، كيتقطع حتى داك الجنيبات راه طابوا حتى هما وتحمروا جاو ولا اروع. الا بقاك شي شويه ديال الفقاص العجينه شي شويه ما طيباش مزيان، راه في الفران كتكمل الطياب ديالو كتاخذ الحجم ديالها الطبيعي. الحجم ديال البودان كتحكموا فيه نتوما. الا بغيتو تحطوه مع غريبه ولا في الطباصل كديروا فقاصه كبيره، بغيتو تحطوه في دي بلاطو ولا هذا. وكاين حتى ديك اللي بغيتو ديروا حتى ميني فقاص، ممكن نديروه حتى ميني فقاص، اللي كنحطوه مع المكسرات كنديروه حتى على شكل ميني، كيجي رائع حتى هو. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي عامر بالمكسرات، الكركاع، البيستاش مع النوازيت مع ديك اللوز، كيتواتاو هاد المذاقات بعضياتهم، كيجي رائع رائع جدا. كنطيبوه كيف قلنا على نار متوسط مهيله 150 درجه من الفوق ومن التحت. كنخليوه على خاطر كياخذ اللون، الكاسرونه كتعاونو باش ياخذ اللون ذهبي. فنتمنى يعجبكم هاد الوصفه هذه وتعتمدوها، اكيد غتعجبكم. المذاق كيجي ولا اروع. جربوه وردوا لي التطبيقات ديالكم في الانستغرام اشراق ديليس، وبالصحه والراحه.